لكم. يعني اول كدبه كدبوها موضوع جمهور الاهلي قبل البطوله، ماشي كنا احنا سامعين موضوع عن التذاكر وكده، لكن انا طلعت في فيديو هنا حتى ورديت وقلت ان جماهير الاهلي هتكون في حضور محترم جدا عن الارقام اللي هم بيقولوها. لكن تخيل يا مؤمن، العالم كله، كل العالم بيتكلم على حضور الجماهير وجماهير الاهلي في امريكا، العالم كله، والزملكاويه بس في العالم التخيلي والميتافيرس والميتافيزيقيا اللي هم عايشين فيها دي متخيلين ان جمهور الاهلي ما حضرش في البطوله وملوش شعبيه في امريكا. تخيل. تعال نشوف حساب كاس العالم للانديه، والحاجات اللي بينشرها حسابات التابعه للفيفا دي بتبقى عباره عن ايفيدنس او دلائل او خلاص حاجه توثيقيه تاريخيه لاحداث او لارقام بيحققها النادي الاهلي او اي نادي في العالم. حساب كاس العالم للانديه ناشر صورتين لجمهور النادي الاهلي، بيقول شكرا لاجمل جمهور في المونديال. هو اللي بيقول حساب فيفا، شكرا لجمهور لاجمل جمهور في المونديال، جمهور الاهلي المصري. فدي حق انت الفيفا اكبر صرح رياضي او اكبر مؤسسه رياضيه على مستوى العالم بترأس كرة القدم على مستوى العالم كله، ويمكن رياضيه في الرياضه عموما مش كرة القدم بس، بيشهد لك بكده. والجربوع الزملكاوي مستنيين الناس اسمع كلامه، واللي بيقول لك لحد النهارده، يعني لحد البطوله ما خلصت وحد ما شفنا جمهور الاهلي في ماتش انتر ميامي، ولحد ما شفنا جمهور الاهلي في ماتش بالميراس، ولحد الملحمه العظيمه اللي عملوها في ماتش بورتو، بيقول لك ان جمهور الاهلي ما كانش حاضر ومالوش شعبيه، وبيتريق وبيهاها وبيضحك على الامر ده.